بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. وبعد، فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. أما المقدمة ففي بيان أمور. الأول موضوع العلم ومسائله. إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، هو نفس موضوعات مسائله عينا، وما يتحد معها خارجا، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصادقه والتبعي وأفراده. موضوع البحث: كفاية الأصول، الجزء الأول. وبعون الله سبحانه وتعالى نبدأ من أول الكتاب، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى نستمر بهذا البحث حتى يكمل إلى آخر الجزء الأول إن شاء الله سبحانه وتعالى. كما نعرف، صاحب الكفاية رضوان الله عليه يذكر لكتابه مقدمة، ويذكر لكتابه مقاصد، ويذكر لكتابه خاتمة. وعادة محتوى الخاتمة ومحتوى المقدمة يكون خارجا عن أصل العلم. أصل العلم ومتن العلم هو الذي يكون داخلا في أصل المتن وفي ضمن المقاصد. في المقدمة هكذا كان دأب المصنفين من القدماء وحتى إلى زماننا هذا بعضا، أنهم يذكرون عدة من الأمور في مقدمة الكتاب. مثلا يتعرضون لمبادئ العلم الذي يؤلف لأجله الكتاب، يتعرضون ويبينون الاحتياج إلى العلم، يبينون موضوع العلم، ويبينون مسائل العلم وغرض العلم وأمثاله. صاحب الكفاية رضوان الله عليه تعرض لبعض هذه الأمور وترك بعض الآخر. مثلا بالنسبة إلى الاحتياج إلى علم الأصول، احتياجنا إلى علم الأصول يكون واضحا ولا يحتاج إلى بحث الكثير، لأن هذا العلم من العلوم التي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي. بعبارة أخرى، أصل الاحتياج إلى القواعد الأصولية من المسلمات، وإن كانت في أسلوبها وفي كميتها هناك اختلافات بين العلماء وبين الأخباريين والأصوليين. حتى علماء الأخباريين وإن لم يؤلفوا عادة كتابا مستقلا في علم الأصول، ولكن تعرضوا لمجموعة من القواعد الأصولية في مقدمة كتبهم، كصاحب الحدائق رضوان الله عليه الذي يتعرض للمسائل الأصولية في مقدمة كتاب الحدائق الناظرة. إذن أصل الاحتياج إلى علم الأصول لا يحتاج إلى البيان الكثير ويكون واضحا، ولعل هذا الوضوح سبب أن المصنف رضوان الله عليه لم يدخل في هذا البحث. أما بالنسبة إلى مبادئ العلم، أهل الفن يقسمون المبادئ إلى قسمين:
ويقولون هناك مبادئ التصورية لكل علم وهناك مبادئ التصديقية. مبادئ التصورية أو مقدمات التصورية هي قضايا التي توجب العلم والدرك والمعرفة بالموضوع والمحمول، ولكن موضوع ومحمول مسائل العلم. مثلا في علم الأصول حينما نقول خبر الواحد حجة، هذه مسألة من مسائل علم الأصول، وهناك له موضوع أي خبر الواحد وله محمول أي حجة. ففي مبادئ التصورية نبحث أنه خبر الواحد ما هو تعريفه، ما هو معيار الخبر الواحد. خبر الواحد يكون في مقابل الخبر المتواتر، وأن المستفيض أيضا قسم من أقسام الخبر الواحد. وحينما نقول حجة، الحجية أيضا بنفسها اصطلاح وتحتاج إلى البيان، وإن كان يمكن أخذ معناها اللغوي من أهل اللغة، ولكن معناها الاصطلاحي يحتاج إلى البيان ويحتاج إلى التوضيح. مبادئ التصورية للعلم قد يبحث في نفس العلم وقد يبحث في علوم أخرى أو بحثت في علوم أخرى. وبالنسبة إلى المبادئ التصورية للعلم الأصول أيضا لم يدخل فيه صاحب الكفاية رضوان الله عليه مستقلا، وإن كان هناك ربما بعض الأبحاث أو بعض التفاصيل أو بعض النكات في متن الكتاب يتعلق ويرتبط بالمبادئ التصورية. وحينما نقول مبادئ التصديقية هي قسم آخر من القضايا المقدمية التي توجب العلم بثبوت المحمول للموضوع. بعبارة أخرى، المحمول صفة من صفات الموضوع وعرض من أعراض الموضوع، وهذا يحتاج إلى الدقة أن رابطة الموضوع والمحمول رابطة واقعية أو تخيلية. الحجية خيالا ثابتة للخبر الواحد، أو لا واقعا هذه الحجية تكون ثابتة. فنحتاج إلى مقدمات أخرى، وتلك المقدمات والقضايات تسبب العلم أن هذا المحمول واقعا يكون ثابتا للموضوع. مثلا في بحث الأمر والنهي من يعتقد ومن يصرح أن اجتماع الأمر والنهي لا يكون جائزا، هذا الاستنتاج أو هذه النتيجة أو هذه النظرية متوقف على قضية أخرى، وهي بطلان اجتماع الضدين أو حرمة اجتماع الضدين أو عدم جواز اجتماع الضدين. فهذه القضية أي عدم جواز اجتماع الضدين بمنزلة المبدأ التصديقي والمقدمة التصديقية لتلك المسألة أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. إذن هناك مبادئ التصديقية وهناك مبادئ التصورية. صاحب الكفاية رضوان الله عليه لم يدخل في هذا البحث مستقلا. قلت ربما من صنايع البحث يستشم بعض النكات أو بعض المطالب أو صرح بنكات ترتبط بالمقدمات التصورية والمقدمات التصديقية. هذا كله بالنسبة إلى هذا الأمر. وكما قلت لكم هذه الأمور كلها لم تطرح في متن الكفاية أيضا، ولكن على أي حال دأب المصنفين أنهم يتعرضون لهذه الأمور أيضا. محور البحث في هذا البحث هو كتاب كفاية الأصول. كتاب الكفاية مشتمل على 8 مقاصد، ومشتمل على الخاتمة في الاجتهاد والتقليد، ومشتمل على المقدمة. والمقدمة التي نحن فيها نفس المقدمة مشتمل على 13 أمرا، مثل بحث المشتق، مثل بحث الصحيح والأعم، ومثل هذه الأبحاث التي من اليوم ندخل فيها بعون الله سبحانه وتعالى. وكل أمر أيضا يكون مشتملا على عدة مطالب. وأمر الأول الذي نحن فيه واليوم دخلنا فيه، كما قلت صاحب الكفاية يقول الأمر الأول
موضوع العلم ومسائل العلم. في أمر الأول صاحب الكفاية رضوان الله عليه تعرض لعدة أمور، ومن هذه الأمور بعضها ترتبط بمطلق العلوم لا يختص بعلم خاص، وبعض الآخر مختص بعلم الأصول. مثلا تعرض لتعريف علم الأصول في أمر الأول، تعرض لموضوع علم الأصول، وتعرض في آخر أمر الأول للبحث عن التمايز بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. هذه الأبحاث الثلاثة كلها تتعلق بأي شيء؟ كلها تتعلق بعلم الأصول. ولكن هناك 4 أمور أخرى، مثلا البحث عن نسبة موضوع العلم ومسألة العلم، أي نسبة بينهما، ضرورة الموضوع للعلم، تمايز العلوم، تعريف موضوع العلم. هذه الأمور 4 أو هذه المطالب 4 التي طرحت في ضمن الأمر الأول لا تختص نتيجتها بعلم الأصول، بل علم الأصول صغرى من صغرياتها ويمكن تطبيقها في جميع العلوم، منها علم الأصول. على أي حال، صاحب الكفاية رضوان الله عليه ألف كتاب الكفاية لأجل البيان ولأجل توضيح مسائل علم الأصول. ولا بأس أن أضيف هنا كمقدمة للبحث، كما أضفت مثلا بحث مبادئ التصوري والتصديقي والاحتياج، أمر آخر، وهو أنه أي شيء يكون علما، وما هو معيار كون الشيء علما. يعني هذه المعايير التي نبينها لو نتعمقها جيدا يفيدنا حتى في تعريف موضوع العلم. وهناك مجموعة من النقوصات وهناك مجموعة من الإشكالات والتحليلات وردت على بعض التعاريف. أفرض مثلا علم العرفان واقعا يكون علما أو لا يكون علما، علم التاريخ واقعا يكون علما أو لا يكون علما، لأنه في ضمن الأبحاث التي طرحت في ضمن هذا البحث حينما يراجع الأبحاث المتولة نرى أن بعض المحققين وبعض الأعاظم أوردوا مجموعة من النقوص، الأجوبة النقزية. أفرز تمسكوا بعلم العرفان، تمسكوا بعلم التاريخ وبأمثالهما من العلوم. لأجل هذا كمقدمة للبحث نقول مرادنا من العلم ومراد العلماء من العلم حينما يقولون العلم يحتاج إلى عدة خصائص وإلى عدة شروط. الشرط الأول أن يكون مسائلها قابلا للاستدلال والبرهان العقلي. بعبارة أخرى، مسألة العلمية أو العلم هو الذي يقبل البرهان، والبرهان لا يمكن تطبيقه وإجراؤه إلا في المسائل الكلية. أما الأمور الحسية وأمور الجزئية مثل بعض مسائل علم التاريخ وبعض مسائل علم الرجال وأمثالهما فهذا لا يقبل البرهان. إذن مسائل العلم أو العلم هو الذي يقبل البرهان، هذا أولا. الشرط الثاني، بما أن البرهان لا يمكن تطبيقه إلا على الكليات، فطبعا علم أيضا أو قاعدة العلميات أو مسائل العلم تقبل الانطباق على مسائل أخرى، على فروعات أخرى، وعلى مصادق غير ما تعرضنا لها في ضمن البحث. بعبارة أخرى، مسائل العلميات أو قواعد العلمية لها حالة السريان، ومثل القضايا الحقيقية تقبل الانطباق والتطبيق في جميع الأزمنة والأمكنة. هذا الشيء الثاني. والشرط الثالث، العلم من خصوصيته أنه يقبل الانتقال إلى الغير. ما وصلنا إليه بعنوان القاعدة العلمية يمكن انتقاله إلى الغير وإلى سائر أبناء البشر عن قبيل التعليم والبيان.
والشرط الرابع بعنوان التأكيد لما ذكرنا للشروط السابقة أنه دائما يكون كليا، علم يكون كليا، مسائل العلم تكون كلية، ولأجل هذا تقبل الانطباق على فروعات وعلى مصادق متعددة. إذا كان هكذا فحينما نأتي إلى علم الأصول أيضا نرى أن قضاياها وقواعدها، مثلا في علم الأصول حينما نقول خبر الواحد حجة، وحينما نقول كل ظاهر حجة، وحينما نقول إصالة البراءة حجة، نرى أن هذه القواعد أو هذه المسائل تحتوي على جميع ما ذكرنا من الشروط وعلى جميع ما ذكرنا من القيود والخصائص للمسألة العلمية وللعلم. فبناء على ما ذكرنا من الأمور وضح أن علم الأصول يكون علما، وفي مقدمة البحث أيضا هذا الشيء كان لازما وكان ضروريا. طبعا هذا الذي ذكرته بعنوان معيار للعلم وبعنوان شروط العلم هذا كان بحسب اصطلاح القوم، وطبعا في ضمن اصطلاح العالم الإسلامي وعلماء الإسلامي، وإلا ربما هناك بعض المعاصرين خصوصا علماء المغرب وغيرهم عندهم اصطلاحات أخرى في تعريف العلم لا يهمنا. مهم أن علم الأصول يكون علما مثل علم المنطق ومثل علم الفلسفة وسائر العلوم التي نعرفها ونسمع عنها. إذا وضح هذا البحث الآن نقرأ عبارة الكتاب. صاحب الكفاية يقول: أما المقدمة ففي بيان أمور. الأمر الأول موضوع العلم ومسائل العلم. فصاحب الكفاية رضوان الله عليه من الأمور الضرورية التي يجب طرحها في مقدمة الكتاب طرح بحث موضوع العلم، وطبعا من الأول يبين معيار موضوع مطلق العلوم، ثم يدخل في موضوع علم الأصول أيضا. لأجل هذا يقول: الأول موضوع العلم ومسائل العلم. موضوع كل علم، إن موضوع كل علم سواء كان علم الأصول أو علم المنطق أو علم الفقه أو غيره، ما هو موضوع كل علم؟ وهو الذي يبحث فيه، يعني موضوع هو الذي يبحث فيه ذاك العلم عن عوارض الموضوع الذاتية. بعده صاحب الكفاية رضوان الله عليه في مقام تفسير العوارض الذاتية يقول: أي بلا واسطة في العروض. أي بلا واسطة في العروض يعني عارض الذات ما هو معياره، ما هو تعريفه؟ هو الذي يعرض المحمول على الموضوع بلا واسطة في العروض. بعبارة أخرى، حمل المحمول على الموضوع يكون حقيقيا مثل زيد مريض، ولا يكون مجازيا مثل جرى الميزاب وأمثاله. هذا هو تعريف موضوع كل علم. صاحب الكفاية رضوان الله عليه تعريف موضوع العلم بينه في ضمن هذه الجملة المعترضة. بعد يقول: إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائل العلم عينان. لأجل الإحاطة على هذا التعريف ولأجل أن نفهم عبارة الكفاية جيدا نحتاج إلى طرح عدة أمور. الأمر الأول أنه ما هو العرض، والأمر الثاني أنه ما هو الذاتي. وكما نعرف هذه الكلمات معناها في اصطلاح العرف وعند أهل اللغة يكون واضحا. المشكلة كل المشكلة أن العرض في اصطلاح القوم أصبح له معنى آخر، كما أن الذاتي أيضا في اصطلاح أهل المعقول له معنى آخر. أما بالنسبة إلى العرض، العرض قد يطلق وقد يستعمل في علم الفلسفة، كما أنه قد يطلق وقد يستعمل في علم المنطق. عرض في علم الفلسفة يكون في مقابل الجوهر، وجوهر أيضا تعرفه كما نعرف يكون واضحا، وهو الذي إذا وجد لا في موضوع، بعبارة أخرى في تحققه لا يحتاج إلى أي موضوع.
أما العرز فيكون ضد الجوهر، وهو الذي في تحققه وتكونه يحتاج إلى الموضوع. علماء الفلسفة يقولون الجوهر على 5 أقسام، يقولون العقل المجرد، النفس المجرد، الجسم والمادة والصورة. وطبعا الجسم يتركب من المادة والصورة. هذه الأقسام ال5 كلها من الجواهر، وكلها في تحققها وتكونها لا تحتاج إلى أي موضوع، حتى الجسم أيضا لا يحتاج إلى أي موضوع. أما بالنسبة إلى العرز يقولون العرز على 9 أقسام، وذكروه بالتفصيل أن الكيف يكون من العرز، الكم، الوضع، المتى وأمثاله على أي حال، ولا نستطيع أن ندخل فيها بالتفصيل. هذا كله في اصطلاح القوم بالنسبة إلى عرز الفلسفي. وهناك قسم آخر من العرز أو اصطلاح آخر في العرز في علم المنطق. العرز في علم المنطق يكون في مقابل الذاتي، يقولون هذا الشيء ذاتي وهذا الشيء يكون عرزيا. ما هو المراد بالذاتي؟ الذاتي في اصطلاح علم المنطق يكون مشتملا على النوع وعلى الجنس وعلى الفصل. هذه الأمور الثلاثة كلها يكون ذاتيا وغيرها يكون عرزيا. إذن لو كان صفة بالنسبة إلى الموصوف لا يكون نوعا ولا يكون جنسا ولا يكون فصلا فيكون عرزا. العرز في اصطلاح علم المنطق أيضا على قسمين، لأن العرز في اصطلاح علم المنطق قد يكون عرزا عاما وقد يكون عرزا خاصا. هذا كله بالنسبة إلى أي شيء بالنسبة إلى العرز. إذن نحن حينما نقول هنا في موضوع العلم في تعريفه أن الموضوع هو الذي نبحث عن عوارضه في ذلك العلم. العوارض هو جمع العرز، مراده هو العرز، ومرادهم أيضا من العرز هو عرز المنطقي، وليس المراد من العرز هو عرز الفلسفي. وعرز المنطقي أيضا كما ذكرت لكم على قسمين، لأن العرز قد يكون عاما وقد يكون خاصا. الضحك عرز خاص للإنسان، كما أن المشي عرز عام للإنسان لأنه يمكن عرضه على الحيوان وأمثاله. نأتي إلى كلمة أخرى، كلمة الذاتي. كلمة الذاتي لم يطرح في علم الفلسفة بل طرح في المنطق، ولكن في علم المنطق أيضا للذاتي يكون اصطلاحين، لأن الذاتي كما ذكرت الآن قد يكون في بحث كليات ال5 وفي مقابل العرز، وللذاتي هناك اصطلاح آخر في بحث البرهان. ذاتي الذي يطرح في كليات ال5 وهو الذي الآن ذكرت يكون على 3 أقسام، جنس ونوع وفصل، وكلها داخل في ذات الشيء. إذن لو كان الشيء من ذات الشيء فيكون ما هو ذاتيا، لو كان عارضا على الشيء فيكون عرزيا. وهذا هو اصطلاح الذي جعله في بحث كليات ال5. ولكن علماء المنطق قد يستعملون كلمة الذاتي في باب البرهان، وفي بحث البرهان أيضا للذاتي يكون اصطلاحين. بعبارة أخرى ما هو الذاتي في بحث البرهان بأنفسهم يقولون على قسمين، يعني اصطلاحين عندهم، اصطلاح لأكثر القدماء أو لقدماء علماء المنطق، واصطلاح آخر أيضا لمتأخرينهم. إذن نحن حينما نتكلم عن الذاتي، ذاتي في بحث البرهان كما تعرض له ابن سينا وأمثاله، هم يقولون نحن لابد أن نتوجه إلى المحمول ونعرف المحمول. إذا كان في بطن المحمول وفي تعريف المحمول موضوع مأخوذا فمعناه أن هذا المحمول يكون ذاتيا للموضوع. إن لم يكن مأخوذا فمعناه أنه لا يكون ذاتيا. مثلا نحن حينما نقول العدد إما زوج وإما فرد، حينما نقول العدد إما زوج وإما فرد، العدد يكون مبتدأ
زوج أو فرد يكون خبره. والآن نذهب إلى الخبر. كلمة الزوج مثلا لو نعرفه نقول الزوج هو العدد الذي يكون كذا وكذا، فنعرف أن في ماهية المحمول موضوع يكون شاملا، وإذا كان شاملا معناه أن الزوجية والفردية عروضه على العدد يكون من باب أي شيء؟ من باب عرض الذاتي باصطلاح هؤلاء. هذا كان اصطلاحهم، وعلى أساس هذا الاصطلاح خلاصة البحث يصير عرض الذاتي هو الذي يكون مساويا للموضوع مثل التعجب للإنسان أو لا. إذا لا يكون مساويا للموضوع، إذا عرض على الموضوع فواسطة التي سببت العروض تكون مساويا للموضوع. هذا المعيار هو الذي جعلوه على هذا الأساس، وبناء على هذا ذكروا في بحث التعريف. وهناك تعريف آخر للذاتي، وعلى أساس هذا التعريف مشى أكثر المتأخرين منهم صاحب الكفاية رضوان الله عليه. هؤلاء يقولون نحن لا نستطيع أن نقيد أنفسنا بالذاتي بذاك المعنى، لأنه تخرج أكثر مسائل العلم من تحت العلم. لأجل هذا يقولون المعيار في الذاتية هو أن يكون عروض هذا المحمول على الموضوع عروضا حقيقيا ولا يكون مجازيا. نحن ندقق. أنت حينما تقول افرض العدد زوجون، عروض الزوجية للعدد يكون حقيقيا. الماء جارين، عروض الجريان على الماء يكون حقيقيا. أما إذا تقول الميزاب جارين، عروض الجريان على الميزاب يكون مجازيا، فهذا العرض لا يكون عرضا ذاتيا بل يكون عرضا غريبا. بناء على رأي المتأخرين وبناء على رأي الآخرون رضوان الله عليه، عرض الذاتي هو العرض الذي أو هو المحمول الذي أو هو الصفة التي عروضه على الموصوف والموضوع يكون حقيقيا ولا يكون مجازيا. إذا كان هكذا، بناء على هذه المقدمات الطويلة، نحن حينما نأتي إلى بحثنا هذا نقول كل علم على فرض الاحتياج إلى الموضوع، موضوع العلم هو الذي نبحث في العلم عن عرض الذاتي لذلك الموضوع. وعرض الذاتي ما هو؟ عرض الذاتي هو أوصاف ذلك الموضوع ومحمولات ذلك الموضوع وأحكام ذلك الموضوع التي تستند وتنسب وتحمل على الموضوع حقيقة. هذا يصير رأي صاحب الكفاية رضوان الله عليه. وبناء على هذا التعريف نرى أن في عرض الذاتي بعض الأوقات أصلا لا نحتاج إلى الواسطة، مثل عروض التعجب على الإنسان، وبعض الأوقات الواسطة تكون مساويا، مثل عروض الضحك على الإنسان بواسطة التعجب، وبعض الأوقات الواسطة تكون أعما، مثل عروض الماشي على الإنسان بواسطة الحيوانية، وبعض الأوقات الواسطة تكون أخصا، مثل حمل الضحك على الحيوان بواسطة الإنسان، وبعض الأوقات الواسطة ربما تكون أجنبية ومباينة عن الموضوع أصلا. أفرز مثل عروض الحرارة على الماء بواسطة النار، النار على يحال غير الماء أبدا. لأجل هذا إذا نعرف هكذا ونمشي على طبق اصطلاح المتأخرين في بحث البرهان في بحث الذاتي، نرى أن البحث يصير سهلا جدا. يعني أكثر مسائل العلوم تدخل في ضمن العلوم، وإلا لو نمشي على طبق اصطلاح القدماء نرى أنه هناك يصير إشكالات كثيرة. مثلا في بحث خبر الواحد، حينما نحمل الحجة على خبر الواحد نرى أنه هنا بناء على اصطلاح الأول لا نستطيع أن ندخل بحث خبر الواحد بعنوان العرض الذاتي لموضوع علم الأصول، وهناك أمثلة أخرى أيضا بعنوان موارد النقص. إذا كان هذا كله واضحا فنستطيع أن نأتي إلى بحثنا هذا. صاحب الكفاية يقول إن موضوع كل علم سواء كان علم الأصول أو غيره، وهو الذي موضوع ما هو الذي يبحث في هذا العلم عن عوارض الموضوع الذاتية. العوارض جمع العرض، يعني عن محمولات الموضوع
المحمولات التي تحمل على الموضوع ذاتا. محمول الذاتي أو عرض الذاتي ما هو يا صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية يقول أي بلا واسطة في العروض، أي محمول الذي يحمل على الموضوع بدون أي واسطة في العروض. بعبارة أخرى يحمل على الموضوع حقيقة ولا يحمل على الموضوع مجازا. بلا واسطة في العرض يكون صحيحا، ولكن تعبير صاحب الكفاية رضوان الله عليه يكون بلا واسطة في العروض. طبعا صاحب الكفاية إلى الآن بين أمر الأول أو مطلب الأول في ضمن أمر الأول، أنه ما هو معيار موضوع العلم، أو بعبارة أخرى ما هو تعريف موضوع العلم. وأما ما هو موضوع علم الأصول إن شاء الله سيتعرض لها في ضمن الأبحاث الآتية، كما أنه صاحب الكفاية في ضمن هذا البحث يتعرض لبحث آخر، أنه أي فرق بين موضوع العلم وبين موضوع مسائل العلم، وسندخل فيه إن شاء الله في ضمن الحلقة المقبلة. وإلى ذاك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا بالعطرات الأطهار بالمصطفى وحيدر الكرار بفاطم والنخبة الأخيار أئمة مختارة الأحرار أئمة مختارة الأحرار اشفاء